مشاهدينا احنا الحين متواجدين في المطبخ الخاص بالبيستري او بالحلويات وعندنا هنا الشيف دراغون. اوكي وي كان ستارت شيف. Yeah, certainly. So we're gonna need milk. مشاهدينا احنا محتاجين لتقريبا 600 مليلتر من الحليب السائل الفريش. And we're gonna add some cream. ومحتاجين ما يعادل 200 مليلتر من الكريم فريش كريم. And sugar. عندنا 180 جرام من السكر. الشيف من بعد ما ضاف عندنا المواد السائله هني مع السكر ضاف اللي هو عود الفانيليا، لكن قبل ما ضاف الفانيليا خذ الفانيليا وفتحها وظهر اللي هي البذور السوداء اللي موجوده داخلها وحطاها مع العود في السائل عشان تبتدي تطلع ريحتها، وقال لو ما كان عندنا هالنوع من انواع اللي هي الفانيليا ممكن نستخدم اللي هو سائل الفانيليا. اوكي شيف وات از next؟ Okay. And the next thing we're gonna use pasta yolks for to thicken our ice cream. اوكي عندنا هني مشاهدينا اللي هو صفار البيض ما يعادل تقريبا 200 جرام، يعني تقريبا كوب من صفار البيض. الشيف لو حط صفار البيض على طول على الحليب بتلاحظون انه شو بيبتدي يستوي عندنا صفار البيض ويكون مثل الاومليت، لكن دائما هاي الطريقه اللي هم دائما متعودين عليها انه يصبون الحليب على في المله على البيض ويحركونه بسرعه عشان ما يبتدي يستوي عندنا. مشاهدينا من بعد ما ضاف عندنا السائل او خليط السائل اللي هو الكريمه مع الحليب على البيض وحركاه، بيرد مره ثانيه يحطه في الكسرول. مشاهدينا الشيف من بعد ما حرك عندنا خليط اللي هو الايس كريم اللي موجود بتلاحظون انه حطاه هني عندنا فوعه خاص اللي هو معدني وحط فيه ثلج. ليش؟ عشان يبرد عندنا الخليط ويوقف من عمليه او توقف عندنا عمليه اللي هي طبخ صفار البيض داخل الحليب. اوكي شيف we leave it until cold. Yeah, we'll leave it on ice until it's cooled down. Yeah. And we wrap it up and freeze it in a freezer until it's solid frozen. Yeah. And then we're gonna use it in our ice cream machine. اوكي هني عندنا الشيف شو قال انه بيخلي عندنا هذا الخليط في الثلج لين ما يبرد تماما، ومن بعدها بيغطيه عندنا باللي هو الكلين فيلم وبيحطه في الثلاجه لين ما يبتدي شويه يجلد عندنا، وبعدها بيدخله في الماكينه الخاصه بالايس كريم. مشاهدينا الحين بنسوي وياكم الجزء الثاني بالنسبه لي الوصفه اللي هي صلصه الكراميل او اللي هي صلصه التوفي، ومعنا الشيف مره ثانيه بيراوينا كيف ان احنا ممكن نسوي الصوص. So we're gonna start first with the cream. اوكي هو حط اول شيء الكريمه وبعدها حط الشكر او البراون شوجر وحط الزبده وحط اللي هو سائل الفانيليا. اوكي شيف وخلط كل هاي المكونات مع بعض لين ما تبتدي تتكثف عندنا وفي نفس الوقت تبتدي تذوب عندنا الزبده. مشاهدينا من بعد ما فارت عندنا هني الصلصه الشيف يقول انها وصلت للقوام المطلوب، والحين الشيف بيكون جاهز انه يصبها عندنا عشان تبتدي تبرد ونقدر نقدمها مع الايس كريم. اوكي شيف. مشاهدينا هذا هو الصوص بنخليه لين ما يبتدي يبرد عندنا، في هالاثناء مشاهدينا بنكمل وياكم الخطوه النهائيه بالنسبه للايس كريم. مشاهدينا من بعد ما بردنا الخليط وغطيناه وحطيناه في الفريزر وخليناه يبرد استوى عندنا الخليط هنا بتلاحظون انه مجمد، فالشيف دخلاه هني في القالب الخاص بالنسبه لهالماكينه. اوكي شيف. مشاهدينا طبعا هني الشيف خلى الايس كريم في الماكينه لمده دقيقتين. مشاهدينا طبعا هذا هو شكل الايس كريم من بعد ما خفقناه، بتلاحظونه في البدايه كان لونه اصفر لكن من بعد عمليه الخفق صار لونه اللي هو اللون الابيض اللي احنا دائما متعودين عليه. اوكي شيف. الحين الشيف بيضيف شويه من صوص الكراميل. And then chef if you wanna. Okay, we can add the biscuit. Yeah. I think it's nice. I put it here. And we add some white chocolate on the top, like that. It's nice. مشاهدينا هذا طعم الايس كريم اللي احنا متعودين عليه اللي هو ايس كريم الفانيليا، لكن تعالوا وياي الاستديو براويكم كيف ان احنا نسوي ايس كريم بنكهه اماراتيه وبشكل جديد. خلكم وياي. مشاهدينا من بعد ما صرنا وياكم الفندق وشفنا كيف يسوون الايس كريم بطريقتهم، يا الحين الوقت اللي انا براويكم طريقتي في الايس كريم، لكن هالمره بدل ما نسويه بالحليب العادي بنسويه بحليب البوش. نستعرض ويا بعض المقادير. عندنا احنا حق هاي الوصفه نص لتر من الحليب اللي هو حليب البوش، وعندنا هني كوب من الكريمه الخاصه في الخفق،
وعندنا هني اللي هو الساقه واللي بنسويه حق الزينه. بالنسبه لمقادير الكريم الايس كريم اللي هو نص كوب من السكر، وعندنا الفانيليا بالاضافه للحليب البودره ما يعادل تقريبا ملعقه طعام. اما بالنسبه لمقادير الساقه واللي عندنا هني ما يعادل كوب من الساقه، وعندنا هنا مقدار من السكر اللي هو كوب من السكر، وعندنا الزعفران بالاضافه للفستق اللي احنا بنزين فيه. في البدايه مشاهدينا بنبتدي ان نحن نسوي وياكم الايس كريم لانه بياخذ وقت في الجهاز، ومن بعدها بنرجع نسوي وياكم الساقه. اول شيء شو بنسوي؟ ناخذ عندنا هني وعاء للخلط. في ناس يسوون الطريقه تختلف، انهم ياخذون اللي هو الحليب اللي هو حليب البوش، ويحطوا له عود من الفانيليا ويفورونه فيه على النار عشان تبتدي تطلع عندنا النكهه، ويبردونه ومن بعدها يخلطونها مع الكريمه ويحطونها. لكن انا حبيت اني استخدم وياكم اللي هي الطريقه السهله والسريعه. فالحين ضفنا مقدار الكريمه، والكريمه هني بتعطينا دسامه بالنسبه للايس كريم. وعندنا هني مقدار من الشكر وهو اختياري، انا هني تقريبا ضايفه نص الى ربع كوب من الشكر على حسب الرغبه. وعندنا هني ملعقه من الحليب البودره، وعندنا شويه من الفانيليا او سكر الفانيليا مثل ما يقولون عنه. والحين مشاهدينا بنخلط هاي الخلطه كلها مع بعض وبنصبها في الجهاز الخاص بالايس كريم. الحين بعد ما خلطنا عندنا خليط الحليب شو بنسوي؟ عندنا هني بكلمكم شوي عن جهاز الايس كريم. هذا نوع من انواع الاجهزه اللي هي التبريد يكون منه وفيه، يعني في بعض الانواع انه لازم نحن نشيل السطل اللي داخل هني ناخذه ونحطه في الفريزر ونخليه يجمد تقريبا لمده ليله كامله، ومن بعدها نحطه في الجهاز، والبروده هي بس من تجميد السطل اللي يكون موجود داخل. فانا شغلت الجهاز تقريبا قبلها ب 20 دقيقه لين ما يبتدي يبرد عندنا، وبتلاحظون هني تكون اجزاء من الثلج داخل القالب. فالحين شو بنسوي؟ بناخذ الخليط اللي عندنا داخل وبنصبه فيه محضرة الايس كريم، وبعدها مشاهدينا شو بنسوي؟ بنبتدي نركب الغطاء عندنا، ننتبه ندخل عندنا هني يد ونثبت عندنا هني، ومجرد ان نثبتها بتبتدي تشتغل عندنا وتتحرك لين ما تبتدي تتكثف عندنا. في هالاثناء مشاهدينا بنسوي وياكم الساقه او الصوص اللي نحن بنزين فيه الايس كريم. عندنا هني مثل ما قلت لكم مقدار الشكر حطيته على النار وابتدى يذوب عندنا، ونتاكد انه ما يحترق. عشان ما يحترق شو نسوي؟ ممكن نحط شويه من مقدار الماء ونخليه لين ما يبتدي يذوب عندنا ويتحول للون الكراميل. في هالاثناء مشاهدينا بناخذ اللي هو الماء الحار وبنضيفه، والمقدار دائما معروف بالنسبه للساقه وانه يكون كوب من الشكر كوب من الساقه. مشاهدينا من بعد ما ذوبنا هالشكر في الماء بنبتدي نضيف عندنا هني مقدار الزعفران عشان يعطينا النكهه، وممكن حتى نحن نضيف الهال، بس انا مو بحابه انه يكون عندنا طعمه الهال. ليش؟ لاني انا اوريدي حاطه الفانيليا فبيكون عندي شوي تضارب في النكهات، فننتبه لهالشيء. وبنضيف شويه من السمن، حاطه لنا تحت بحط شويه من السمن بس عشان عندنا حبات الساقه وما تبتدي انها تلتصق في بعض. والحين مشاهدينا بضيف اللي هو حبوب الساقه اللي انا مودنتنها في الماء، بتلاحظون انها كيف كبرت عندنا، وبحطها هني عندنا في الخليط وبستمر في التحريك لين ما تبتدي تتحول حبات الساقه وهاي من اللون الابيض للون الشفاف. ومشاهدينا من بعد ما تستوي عندنا حبات الساقه بيكون هذا هو شكل حبات الساقه ومن بعد ما تستوي. والفكره من الساقه وان نحن بنضيفه على حليب البوش ان احنا نظهر بوصفه جديده من الايس كريم او نوع من انواع اللي هي الحلو اللي ممكن ندرجه من ضمن المطبخ الاماراتي الحديث. مشاهدينا هذا هو شكل الايس كريم. هذا اول ما شليته من الماكينه بتلاحظون كيف انه شكله لين وكيف انه مستوي. وبعدين بالخاشوقه الخاصه بالسكريم او السكوب الخاص بالايس كريم سويته على شكل كور صغيره، وبراويكم كيف ان احنا ممكن نقدم هالنوع من الايس كريم. ناخذ عندنا هني خاشوقه
يكون عندنا هني ها نوع من انواع اللي هو الوفل او البسكوت الخاص بالايس كريم. فناخذ عندنا هني كرات من الايس كريم، فنحط هني مقدار الايس كريم على حسب الرغبة، 3 4. هذا هو شكل الايس كريم من بعد ما غرفناه. الحين مشاهدينا بنبتدي نضيف وياكم الصوص اللي احنا بنضيفه، اللي هو نوع من انواع الحلويات الاماراتية او الخليجية، ونبتدي نزين في حلونا. فنحن ما حطينا الكراميل، تعمدنا ان احنا نحط نوع من انواع الحلويات الاماراتية او الخليجية كنوع من انواع الزينة. هاي من الاضافات اللي نحن نسويها. والحين مشاهدينا بنبتدي نضيف شوية من الفستق عشان نكسر اللون، وفي نفس الوقت انه معروف دائما بالنسبة للساقة انه دائما يقدمونه مع نوع من انواع المكسرات. مشاهدينا هاي كانت وصفتنا لطبق الحلو لليوم اللي هو ايس كريم بحليب البوش وعندنا الساقة، واتمنى ان وصفتنا نالت على اعجابكم، واتمنى انكم تجربونها وعليكم بالف عافية. مشاهدينا هاي كانت أطباقنا لليوم الإماراتي